كده ومن غير كلام كتير، لو انت لسه ما شفتش الفيديو الاول من حكاية ليه فروح شوف الاول، واللي كان سمع اول فيديو فعارف احنا كنا واقفين فين. بس واخيرا بعديها رجعوا لنا بالفصول الجديدة. فيلا بقى كده جهز نفسك وحط سماعاتك ومشروبك اللذيذ، عشان كده احنا هنبدأ العظمة دلوقتي. ويلا كده خلينا كده نبدأ في سرد هذه الحكاية. نكمل حكايتنا لما العنكبوت بيدن يهجم عليه. لوقتها عني بيطلع شرى سودا وبيقول له خلينا نشوف مين الضعيف هنا. الفرس وقتها بيستغرب وبيقول مش ديت برضو عين الظل. لوقتها بيهجم عليها وبيقدر هو يقطع دراع من دراعاتها. الفارس بيقول له يعني انت عملت كل دوت عشان بس تقطع الصوت بتاعها؟ بيقول له انا قطعت الصوت بتاعتها عشان اعرف استغل نقطة ضعفها واقتلها، بس في مواجهة مع العنكبوت دوت فانا محتاج سلاح اقوى من دوت. وقتها السلاح اللي معاه بيتحول لرمح. وقتها بيغوز الرمح دوت في بطنها، وبعد ما بيغوز بطنها بيقطع على طول الراس بتاعها، وبيقول موطن الضعف بتاعها هو بطنها. وقتها الفارس بيظهر تاني وبيقول له كل العنق دوت عشان تقتل حشرة من الرتبة ايه. وقتها اللي بيقول انا حاسس ان في قوة بتتدفق في داخلي. وقتها اللي بيسمع صوته بيقول لي في حاجة بتقترب لينا بس انا مش شايفها. الفارس بيقول له ليه انت مش بتستعمل عين الظل عشان تشوف؟ اللي بيقول هي دي مهارة جديدة طب ازاي اعملها؟ الفارس بيقول له فعلا اللي بيطبق الشروط وعين الظل بتظهر فعلا. وقتها العنكبوت بيدن يهجم عليه بالخشب دوت، وحرفيا سرعتهم بيكونوا عاملين زي الرصاصات، وغير كده بيكونوا مصممين. اللي بيقدر اللي هو يصد كام ضربة وبيقول هي ايه الوحوش اللي بتتحرك بسرعة دي. وقتها الضربة بتكون جاية من ظهره وبتكون خلاص هتقتله، بس بيقدر وقتها اللي هو يتفاداها بسرعة. وقتها اللي بيقول اللي برضه حاسس لا مش شايف كويس. وقتها الفارس بيقول له المشكلة مش في المهارة، هي المشكلة في ضعفك انت. وقتها اللي بيقول ضعفي انا يبقى كده انا هعمل طاقة اكبر. وقتها الفارس بيقول مين اللي كان مفكر ان بشري عادي 100 الرتبة ايه بيعرف اللي هو يتحكم في طاقة الظل. وقتها اللي بيفعل عين كويس وبيعرف معلومات عن الحاجة اللي قدامه او عن الوحش اللي قدامه. بس وقتها اللي بينصدم وبيقول ايه العدد ده، وبيلاقي كمية حرفيا وحوش لا نهائية، والوحوش وقتها بتبدأ اللي هي تهجم عليه. وقتها الفارس بيقول له حاول كده انت تاخد وضعية تحميك من كل الجهات، وفعلا بيقدر وقتها اللي هو يصد كل ضرباته مرة واحدة. الفارس وقتها بيقول هي بالسرعة دي قدرت ان انت تتقن المستوى التاني من عين الظل. اللي انا اشوف حد مثلك من رتبة ايه بيعمل كل الحاجات ديت فدي حاجة غريبة. سرعة ليه وقتها بتتطور ومفيش اي وحش بيقدر اللي هو يلمسه. وقتها بيشوف توهج بنفسجي على اماكن معينة في الوحوش، وبيقول هتلاقي دولت نقطة ضعفهم، وفعلا بيضرب الكتير من الوحوش في النقط ديت وبيقدر اللي هو يقتل الكتير منهم. ليه وقتها بيقول بعد ما انا عرفت نقاط ضعفهم الموضوع بقى اسهل بكتير. وبعدها بيقدر على مجموعة تانية من الوحوش. بيقول وقتها انا مش كنت متوقع ان حاسة الظل تحسن مستواه للدرجة ديت. وقتها وحش التاني بيهجم عليه بسرعة وبيقول ايه دوت بحق الجحيم. وقتها بيغير الخنجر اللي كان معاهم لكرباج، وبينزل وقتها الطحن في كل واحد، اي حد يمسك قدامه بيمسكه بالكرباج وبيرزعه وبيشيل راسه، وبيقول جربوا كده انتوا طلبوا مني كمان مرة. وقتها العنكبوت بتهجم عليه تاني، وبيقول وقتها ليه يعني انت بتحب ان انت تطلق النار عليا مش كده؟ وبيقول له خلينا نشوف ازاي تطلق النار بدون دعامة. وبيقتلوا وبيقول انتوا كمان محتاجين تموتوا، وبيقتل كتير مرة واحدة. وقتها الفارس بيقول اخيرا بقيت زي شخص بيستحق القوة ديت. عين الظل زورت من طاقتك وتفاديك وسرعتك، بس برضه هي بتستهلك الكتير من الطاقة. اللي وقتها بيقول انا مش عدت شايف اي حاجة بوضوح. وقتها اللي بيقول القوة ديت من اجل انتقامي، بس وقتها في عنكبوت بيجي وبيجرحه من ظهره. اللي بيقول وقتها انا مش هينفع ان اسكت هنا. بيفتكر وقتها كل الناس وفركة ان الجيل كلبة. بيقول انا اللي هوريكوا، انا اللي هنتقم منكوا. وقتها بيهجم على كل الوحوش وبيقتل عدد كبير منهم، حرفيا قاعد يقتل فيهم واللي يحصلني يكسرني. الوقت عمال يعدي وحرفيا
اللي دلوقتي قاعد على الجبل من الجثث. وقتها الفرس بيقول إذا كراهية البشرية متوافقة جدا مع نظام الظل، فعموما كده الوقت المحدد يعتبر خلاص خلص. لوقتها بيقول مش هتفاصلني حاجة إلا قليلا عن الاختراق طالما أستطيع أن أزداد قوة. وقتها بيهجم بيعصر على كل الوحوش التانية. وكده بتنتهي الحلقة بتاعتنا. أتمنى تكون عجبتكم طبعا، ولو انت لسه يعني ما حطيتش لايك واشتراك وفعلت زر الجرس فحطهم يلا وفعل عشان طبعا يجيلك كل جديد. ويلا خلاص كده، سلام يا برو.